مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بكم بحلقه جديده من سوالف بيبي. احنا كنا بالحلقه السابعه الجزء الاول، والان راح نكمل الحلقه السابعه الجزء الثاني. هلا بيبي، شلونك؟ زين الحمد لله حبيبي. شو محضرت لنا اليوم؟ والله اليوم اكمل الجزء الثاني من مدينه الكاظميه. نعم. الكاظميه طبعا قلت انه نوصل لها قبل، يعني احكي لك هسه بالاربعينات نوصل لها اكو بالترام، والطريق الاخر هو الجسر الخشبي اللي اسس مكانه لجسر الائمه. إيه؟ الجسر الخشبي كانت هوايه يعني حوادث تصير بيه. وبعدين الشيء اللطيف بالجسر الخشبي انه اكو بواب يفتحها بساعات معينه، يعني مثل يجون نسوان اكو نسوان كان ماكو يقولون يلزمون سبوته، يعني مرات 7 مرات يجون يوم السبت يزورون الامام. نعم. فمرات يجون يعني الدنيا برد الدنيا شتاء، فهذا الحارس يدخلهم بالغرفه، فمحضر هو شاي وصوبه او منقله، يقعدون الى ان يصير يفتح، يعني هو محدد بمواعيد خاصه. المهم وصلنا هسه الكاظميه، نقول وصلنا لنهايه العطيفيه. هسه اوصف لك يعني بالاربعينات، احنا كنا ساكنين ببغداد، بس يعني نجي للكاظميه اوصف لك الطريق من يعني ننزل من الترام او القاري نهايه العطيفيه الى ان نوصل الحضره. نعم. فاكو البدايه هو بريد الكاظميه ومديريه الاطفاء، بعدين اكو ساحه كبيره كلش مال سيارات، وهاي الساحه يعني كل انحاء العراق تروح. وبعدين نمشي بهذا الشارع، طبعا مقابل هذه الساحه اكو فد مطعم، هذا المطعم من الاربعينات يعني، وانا تعينت ب58 طبعا بالكاظميه، هو نفس المطعم. يعني هذا المطعم يبيع فطور، اقول لك شنو يبيع، مثلا يعني باتشا، هريسه، تشريب دجاج، شوربه، هذا بس خاص للفطور. وبرمضان للصبح طبعا مفتح. واني الى ان طلعت تقاعد يعني بال84 هو نفسه هذا مطعم، هو الواجهه ضيقه وطويل. بعدين نمشي نشوف الخباز، اتذكر كلامي سنه ال40. نشوف الخباز ذولا كنا نسميهم احنا بربر، وهم ذولا على حدود ايران افغانستان يتكلمون ايراني. هاي الخبز نسميه خبز تفتوني، الخبزه يعني هاي كبرها يخليها مرات على كتفه. بعدين نمشي يجي ابو الشرك، طبعا الكاظميه مدينه دينيه فيشترون شرك يوزعون على روح الاموات. نعم. بعدين نمشي طبعا ابو الاحذيه وابو يعني الحاجيات النسائيه. بس هسه نحكي على ذولا الجالسين على الارض. طبعا أنا أتذكر أنا كنت يعني طفلة طبعا صغيرة، بس نجي للكاظمية بالأربعينات شوفي واحد يبيع قطع ثلج، يعني شوف واحد فايت شايل له كاسة معدن وبيها فصفص ثلج. يبيعون شيافة رقي وبطيخ، يبيعون مثلا أكو هذا أبو السمك يقلي السمك ويبيع. ام الجبن قاعده مخاله جبن، وطبعا الذبانها مع الجبن، وش قد يصير تسمم بالجبن يعني هذا الجبن. بعدين وحده تبيع لبن، هم نفس الشيء، الخامه على اللبن والذبان هم. بعدين نمشي شويه نشوف اكو يعني تجي باب القبله اكو ناس قاعدين بالارض يعني سنين، هم يمكن من العهد العثماني. هذول شنو يبيعون؟ يعني حلويات يعني بدائية جدا، يعني مثل ملبس، مثل يعني هو اكو دكاكين تبيع، واكو هم قاعدين على الارض. الدكان يعني ناخذه يبيع حلويات بس بدائية كلش، يعني شوكليت مثل حمض حلو، اكو يسموه ابو نبات، ملبس. هذول خاصة اللي يجون من الجنوب ينذرون وهلية، يعني شوف الشيء منظر مألوف انه انت جوا بالحضرة يم الامام، وحده تجي طش هيجي وتصيح وهليه، يعني النذر مالتها يعني مراتها تحقق. واكو واحد يسموه يعني يبيع، يسموه يعني مش حلال المشاكل،
حلال المشاكل هي قصة يعني يروها بعدين يوزعون كرزات. الكرزات تكون ما بها كشور، يعني مثلا فستق عبيد، حمص، تين، مثل يعني تك يابس. اي فانت يعني مثل قاعد جوا بالحضره، مثل مرة تجي تجيب لك كرفه بيدك كرزات، هذا يسموه حلال المشاكل. بس اكو شفد وحده هذه يعني الامراه كانت يعني تقعد دائما يم يعني باب القبله، احدى ابواب الامام. وهاي اللي يمكن هاي يمكن من زمن العثمانيين. نعم. هاي تبيع شنو اشياء بدائيه، زينه مال يعني مثلا احمر، قطن احمر هو الخدود، مثلا كحل، مثل حنه، هاي الاشياء. اكو يسموه سمداد، هيك اقراص، هاي يعني تبيض الوجه. هاي اشياء بدائيه كلش مال زينه، ويشتروها يعني على اكثر ذول القرويين جايين من الجنوب، يعني من جنوب العراق، يعني مثل الناصريه، العماره، البصره. واني اقول يعني قبل كم سنه، قبل يمكن في 3 سنين، طلعت موضه لون الشفاف جوزي. وهاي الموضة طبعا احنا جداتنا تعرفها قبل 150 سنة، وهو هذا كانت تستعمل لحاء الجوز. عندنا الجوز بشمال العراق طبعا، لحاء الجوز تستعمله وتمسح بشفافها يصير لونها بني. وهسه الان يعني الشركات العالميه مالت التجميل قامت تعرض هذا اللون. انا قلت لهم وهذا اللون جداتنا تعرفها قبل 150 سنه، انتم هسه يلا اكتشفتوا هذا اللون البني. اي وطبعا مقابل القبله اكو سوق الاسترابادي. هذا السوق الاسترابادي يعني سوق مسقف هو، وسوق هو هم من زمن العثمانيين. طابق الفوق غرف تؤجر يعني فندق، تؤجر كغرف. هذا السوق يعني أنا من زمن الأربعينات، يعني مرة بكم مرة، يعني أنا كنت طفلة. نعم. بي مكتبات، بي يعني محلات يبيعون السجاد، بي محلات السجاد الفاخر، محلات اللي يبيعون السبح، يعني السبح الغالية، محلات عطاطير يبيعون أعشاب. يعني قبل تدري التداوي كان بالأعشاب، مثلا ورد ماوي، مثل بابونق، مثل أكو يسموه حب سفرجل وتيهان، أشكال هاي الأدوية. وأكو ناس يعني يتعنون من بغداد من هذا يجون يم هذا أبو الأعشاب، وأكو واحد داخم بغير مكان. وأني يعني هي بشي مكتبات قديمة، يعني تحوي كتب قديمة. أنا أتذكر سنة 70 جيت اشتريت من إحدى المكتبات يعني تفسير القرآن الكريم، ولي حد الآن أنا هذا التفسير مستفيدة منه. يعني لما أقرأ قرآن وتعوزني أشياء يعني أرجع لهذا التفسير. بعدين أحكي لك على هذا يعني شارع. هذا الشارع طبعا بالأربعينات النساء كانت تلبس يعني عباتين، يعني عباية وعباية فوقها وبوشية تمشي، وكل نساء كانوا يطلعون بس جهة يعني من عينهم. يعني أنا مشيت بهذا نفسه، جيت تعينت بالكاظمية 58. هذا السوق يعني اللي حكيت لك عليه نفسه، يعني أبو الثلج نفسه، أم اللبن نفسه، يعني نفس كأنما هذا المنظر دا أشوفه أنا دا أشوفه سنة 40. بس الفرق شنو؟ الفرق أنا بال40 كنت أشوف نساء كلهم محجبات، بس بال58 إحنا كلنا سفور بلا محد، يعني سفور تعرف، وملابس آخر موديل، ملابس قصيرة، الأكمام قصيرة، وكنا نمشي يعني بالسوق بكل حرية، يعني ما حد يعترضنا نهائيا. بس أتذكر مرة دخلت أنا وصديقتي السوق الاسترابادي، أول ما دخلنا فد واحد كان يصيح طب العثمانلي العثمانلي يعني صد الحداثة والتطور. طبعا هاي الملاحظة الوحيدة. ولا أنا يعني إلى طلعت تقاعد بال84 من الكاظمية أنا سفور يعني، وكنا نروح. أنا أتذكر مرة ب58 كان اكو مطعم اسمه مطعم بورسعيد، احنا جينا أنا و2 بنات مسيحيات أتذكر كانوا. طبعا دخلنا
رجال قاعدين، قلنا له جيب لنا كباب. جاب لنا كباب على راحتنا كنا. بعدين قلنا له جيب لنا شاي. احنا نشرب شاي وذول الرجال قاعدين اصلا ولا احد يباوع علينا، كل ما شيء عادي السفر يعني. كان شربنا شاي وتونسنا وطلعنا. بس من كنا نزور جوا بالحضره كنا يعني نلبس عبي. طبعا الحضره لا نلبس عبي. هسه احكي لك فت قصه على يعني مستشفى اطفال الكاظميه. مستشفى اطفال الكاظميه كانت ارض نهايه العطيفيه مقابل البريد مالت الكاظميه والاطفائيه. هي كانت يعني مقبره. بس بعدين لما توسعت طبعا مدينه الكاظميه صار وجود المقبره بنص المدينه يعني ما تصير هاي. وكل ما كانت يعني الحكومه تريد يعني تسوي مشروع بهذا المقبره كانت تجابه من السكان، يعني حتى مرات حتى الشرطه تتدخل. بعدين احد وجهاء الكاظميه المرحوم الحاج عبد الهادي الشلبي حل هذا الاشكال، بنى مستشفى، يعني مستشفى متكامل، مستشفى ردهات 160 180 سرير، المرضى يرقدون به، جهاز اشعه، وبنايه عياده خارجيه كامله 4 غرف، وبها مختبر، وبها يعني مختبر وصيدليه كانت تعطي الادويه. نعم. ومستشفى حديقه كبيره كلش، حديقه كلش واسعه، يعني مستشفى كامل متكامل. وهاي المستشفى كانت تؤدي خدمات يعني لأهل الكاظمية عقود من الزمن. يعني كان يجون هاي المستشفى من عقرقوف، من أبو غريب، من المشاهدة، من اليوسفية، وحتى تصور نسوان كان يجون من القريعات من الفحامة عبر النهر، يجون بالزورق تقول والله أنا جيت بالبلم، وبذاك الشتاء وملفلفة ابنها تقول أنا جيت بالبلم. فخدمات جمة هاي المستشفى كانت تقدم. ومع الأسف يعني هاي المستشفى بالوقت الحالي حسب ما سمعت يقولون صارت مخازن ويمكن عيادة خارجية، لو يعني ما متأكدة. هذا يعني صار بعيد عن بينما كان موقعها بين السكان بين البيوت، وأزقة كانت هواية يعمل يراجعوها. تدري وعامل السرعة مهم جدا في شفاء الطفل. يعني كانت الأم تجي من بيتها مشي للمستشفى، هسه لازم تركب سيارة، تركب تاكسي، لأن المستشفى صارت مع مستشفى الأطفال التحقت مع المستشفى التعليمي، وهي بعيدة يعني عن الكاظمية. مدينة الكاظمية مدينة تجارية، يعني مركز تجاري مو بس يعني للعراق، وإنما أقدر أقول للعالم الإسلامي كله، لأن وقت الزيارات يعني كل العالم الإسلامي يجون يزورون. ويعني أتذكر بال70 صار سوق بس مال أكشاك، هذا السوق أكشاك. فمرة نحكي يعني بالتسعينات أنا وبنية من أهل الكاظمية قالت تدرين الفلاني الشخص اللي كان يبيع بس بكر ودانتيلات وخيوط، يعني كل شيء صغير. قالت هسه مليونير وعايش بلندن يعني. فطلعوا من الكاظمية تجار كبار يعني طلعوا، لأن هو سوق تجاري، وكل يعني الناس اكو يجون من بغداد. اما هسه يقول بضاعه، يعني بضاعه يمكن يعني حتى يعني يمكن قبل كنا نروح بلندن، لان تدري كان سعر الدينار صرف الدينار $3.50، فالناس تروح تتسوق. كانت اكو جمعيات تسوي سفرات سياحيه، والنسوان تعرف يجيبون على السوق لان كانت تتكلف رخيص. يعني يقولون يشبون يقولون البضاعة صدقي بأكسفورد ستريت، مو هيك يعني بضاعة، لأن سوق مفتوح وبضاعة من كل أنحاء العالم. وهذا طبعا رزق الأهل الكاظمية يعني. والمشهور جدا بالكاظمية هو الكباب. طبعا أنا إلى هسه لحد الآن من أشتم ريحة يعني الكباب، بس على شرط يكون يا ريحان. يعني من أقول أتذكر الكاظمية، كباب الكاظمية يعني ماكو منه الحقيقة. طلع كباب سليمانية وكباب بدروين، بس كباب الكاظمية بقى محافظ على أصالته لحد يعني الوقت الحاضر. يحجون
واكو فد واحد يقول انت ما يسمى كباب اذا مو يا ريحان. بالكاظميه يزرعون يعني هاي الاشياء. اولادي احفادي، الى هنا انتهت الحلقه، ان شاء الله عجبتكم، والى اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شباب لا تنسونا باللايكات والكومنتات الحلوة، ونشوفكم إن شاء الله بالحلقة القادمة بإذن الله. مع السلامة.